السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوى اللي غنيه عن التعريف، اللي ما كاينش اللي ما دوزش الطفوله ديالو بهذه الحلوى هذه، وباقي كندوزوها حاليا، باقي كنعملوها دابا وكناكلوها دابا وكتعجبنا. غنشارك معكم الحلوى ديال الماكينه، وكل واحد شنو كيقولها، شي كيقولها حلوى د الماكينه، شي كيقولها حلوى د اللاجوره. المهم غنمر معكم من طريقه التحضير مع ذكر المقادير. عندي هنايا 3 ديال البيضات بحراره الغرفه، غنضيف هنا رشه ديال الملح، وغنضيف هنا كاس ديال السكر. بغيتو تزيدوا السكر زيدوا، دائما السكر كنقول لكم على حسب الذوق. المهم هذا القياس ديالها مضبوط، هو كاس ونص، ولكن انا كنستعمل دائما كنقص من السكر. عملت هنايا غير كاس. في الاول جاني الفيديو فيه الاضاءه قويه، ما عرفتش علاش. المهم نخلطوا السكر مع البيض، نخلطوا مزيان تيذوب ديك السكر مزيان. من بعد ما داب السكر مزيان مع البيض، غنضيفو هنايا كاس ونص ديال الزيت. كذلك غنخلطو مزيان حتى ما يبقاش الاثر ديال الزيت نهائيا. صافي من بعد ما دخل الزيت مزيان في المكونات، غنضيف هنايا شويه ديال النفاع وشويه ديال حبه حلاوه اللي صهدتهم شويش في المقله وهرمشتهم، يعني هرمشتهم بحال هاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا، باش طلقنا ديك المذاق وديك النسمه في الحلوى. عندي هنايا قشور ديال الحامضه او مبشور الحامض، وعندي هنايا شويه ديال الزنجلال اللي حتى هو صهدته شويه في المقله وهرمشته، يعني نص تهرميشه، واحد شويه وصافي. بالنسبه للنافع وحبه حلاوه والزنجلال عملوا القياس اللي كيعجبكم، يعني غير باش كتنسم ديك الحلوى وصافي. صافي من بعد ما دخلت المكونات في بعضها، غنضيف هنايا الدقيق اللي مغربل مسبقا. الدقيق غنضيفوه بالتدريج شويه بشويه. هنا غنضيف ساشي ديال الخميره ونص، يعني 12 غرام. صافي غنغربل ديك الخميره باش ما يبقاوناش فيها ديك الحبيبات. صافي نخلط بيدي وانا كنضيف دقيق شويه بشويه. بالنسبه للدقيق هنايا الطحين على حسب الخليط، يعني نتوما كتجمعوا وكتشوفوا بعينكم. وهاد الحلوى هذه ما خصهاش تجي مجموعه، يعني خصها تجي مرخوفه واحد شويه باش كتنجح معكم الحلوى. هذا هو القوام ديال العجينه اللي خصنا نحصلوا عليها، رطبه. هاد الحلوى هذه عندها واحد الماكينه خاصه بها، اللي هي هاد الماكينه هذه، الماكينه ديال الكفته راه معروفه. صافي كنحيدوا لها ديك الراس ديال الكفته وكنركبوا لها هاد اللامبوط هذا كيتشرى بوحديتو، اللي فيه الشكل ديال بسكوي اولا ديال كيكس. صافي غنركبها معكم باش نمروا الطريقه ديال كيفاش غنخرجوا من الحلوى. خوتي خواتاتي اللي وصل معايا حتى هاد المرحله في هاد الفيديو هذا، يضغط على زر ديال الاعجاب، واللي دخل جديد من الصفحه ديالي مرحبا والف مرحبا. يضغط على زر ديال الاشتراك باش يوصل له اي جديد، وبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده.
صافي انا ركبت الماكينه على الطبله باش تثبت مزيان او على شي طاوله. صافي هنا في الوسط غنبقى ندخل العجينه وبديك اليد غنبقى ندور وتخرج لي العجينه بهذه الطريقه هذه على الشكل ديال البسكوي اولا ديال الكيكس. ومن افضل يكون معكم شي واحد كيساعدكم، واحد يدور الماكينه وواحد يقطع باش تساليو دغيا والعمليه تسهل عليكم. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي الفران مسخن على 180 درجه، غندخل هاد الحلوى هادي في الرف الوسطاني شاعل من الفوق ومن التحت. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، الحلوى ديال الطفوله، الحلوى ديال الزمان. الحلوى كما قلت لكم كاين اللي كيقول لها حلوى ديال الماكينه، كاين اللي كيقول لها حلوى د اللاجوره، وكاين اللي كيقول لها الحلوى ديال الكيكس. تعددت المسميات. المهم الحلوى ديال الطفوله ديالنا اللي كبرنا بها ودائما كنشوفوها كنجبروها في البيوت ديالنا، واي ام مغربيه عملتها في دارها وعملتها من وليداتها. هنا غنشارك معكم واحد الحلوى غنقسمها معكم باش تسمعوا الصوت ديال التقرميله وديال القرمشه، ولكن سمحوا لي على هاد الصداع هذا راه كيدخل من الزنقه. سمعوا صوت القرمشه. هنا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده، والى اللقاء.